السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. طبعا جبت لكم اليوم منتجات فقط ب10 ريال، ومرة جميلة ومرة حلوة. وطبعا راح اتكلم ان شاء الله عن تجربتي الشخصية. خلونا نبدأ بالمنتجات. أول شيء راح أتكلم عن هذا المنتج الجميل الرائع. طبعا ما راح أتكلم عن الماركة نفسها، لا، راح أتكلم عن الفكرة بشكل عام. أنا من ناحيتي أفضل مزيلات المناكير اللي تكون كذا، يعني علبة وفيها اسفنجة وفيها المزيل، أحسن من مثلا المزيل. طبعا المزيل اللي أنا جربته اللي يجيك في علبة بعدين انتي تحطينه في منديل بعدين تمسحين ظفرك، هذا ينشف ومو حلو. هذا انا جربته من هذه الماركة، مرة جميل. طبعا لما ادخل اصبعي وامسح المانيكير او اطلعه احس الظفر ما هو ناشف. الظفر كأنه يعني كأن نفسه فيه، يعني كأن هذا شو اسمه المزيل المانيكير فيه ترطيب. طيب نشوف. طبعا صنع في تركيا. المهم ما علينا من هذا كله. اوريكم من داخل بس عشان تشوفون الاجرام. اوكي شوفوا، يا الله، كل هذا انا حطيت مانيكير. ترى مرات احط مانيكير بعدين امسحه على طول كذا، بس مجرد يعني لعب، فاهمين شلون؟ استهبال. المهم اوكي اوكي اوكي. المهم ايه، هذا هو المنتج اللي مرة حبيته. ننتقل للي بعده. ننتقل الحين لثاني منتج. اسمه كالر. طبعا هذا المنتج ايش هو؟ ممكن انتي تفكرينه مثلا جلوس او روج او لا، هو عطر. اللي عجبني فيه انه اول شيء التعبئة حقته مرة تجنن، على طول جذبتني. ورغم انه ب10 ريال بس، لكن ثباته طويل، صدقين يجلس يوم كامل على الملابس. يعني هذا الشيء انا جربته. اوكي، ومنه تقريبا 5 انواع. وكل يعني مثلا هذه التعبئة لونها ايش؟ بينكي. في تعبئة مثلا تجيك لونها ذهبي، في تعبئة مثلا يعني تجيك لونها اخضر، والروائح تختلف. وفي اتوقع واحد منهم عود، يعني عودي، لكن انا ما احب ريحة العود لانها ثقيلة بالنسبة لي، ما احبها، ما افضلها. انا احب العطور اللي تجيك مرة خفيفة. طبعا شو اقول بعد؟ يا ربي نسيت. ايه، لا تحطون على، في بعضكم يحط على الرقبة، وفي بعضكم يحطه تحت الأذن، يعني على الجسم بشكل عام. أنا ما أفضل إنك تحطينه على الجسم، لأنه مع الشمس مع الحرارة راح، لأنها عطور وتسبب اسمرار يعني، فما أفضل. أنا أحطه على البلوزة. يا خليني أوريكم شكله كيف شكله، ويتجنن ريحته خيال. والله يثبت ثوب يوم كامل على ثوبك، ملابسك. اوكي ايه، المهم الله طلعت ريحته تجنن. المهم ايه، هذا هو، ويعني كذا يجنن. خلينا ننتقل بعده. ننتقل حاليا لهذا الكحل من الفلورال. هذا الكحل لونه تركوازي. تقريبا أنا الحين عمري 17. أحم. المهم اي طيب، ايش دخل؟ المهم يعني اقولكم هذا شريته وانا عمري 14، يعني كم الحين؟ 14 15 16 17، 4 سنين صح؟ اي يعني قديم وما استخدمته. انا شريته فقط للتغيير، يعني انا اساسا ما احب الكحول اللي يجيك بنفسجي اخضر، ما احبه، احب الاسود فقط. فشريت هذا عشان يعني اغير الستايل وزي كذا يعني. اوكي بوريكم اللون الجميل الرائع. شوفوا الله يجنن، انا احب الالوان اللي كذا، ما ادري ليش. شوفوا خيال خيال. ايه المهم، طبعا كنت راح ارسم على يد اختي لما بس قاعدة ترتب الغرفة، الله يجزاها خير. شكرا. قاعدة ترتب الخواتم، ما ادري ايش تحس فيه، يا ربي الله يصبرني. المهم ايه، مرة يجنن، ومرة طورنا تطور الزمن يعني. طلعت الحين كريمات ترطيب ماركات، وفي كريمات ترطيب غالية وما ادري. لكن انا من ناحيتي جربت، ما اقولكم جربت كثير كريمات ترطيب، لكن ما اظن راح اجرب لان في هذا المنتج الرائع. طبعا مثلا لو بتقولوا لي مثلا كريم ترطيب حطيه المركز الاول، بحط هذا المركز الاول. هذا المنتج اول شيء، هذا المنتج فيه ترطيب مرة، يعني ترطيب قوي وضد الماء. يعني تحطين مثل تحطين على يدك ما يروح الا اذا فركتي بصابون يروح.
ورغم ذلك يفتح. يعني شوفوا، عمركم شفتوا كريم يفتح الا اذا كان مثلا كريم تفتيح، لكن انا اول مره يعني اشوف كريم ترطيب مخصص للترطيب ويفتح. 16000 سنه. المهم خلاص. طبعا في اتوقع منه كذا علبه، بس انا افضل هذا. يعني العلبه ممكن تفتح معك وينكب وما ادري ايش. اوريكم لونه لانه في بعض ما يعرفوا زي كذا. اوكي، ملمسه مخملي ما ادري شلون. طبعا قبل ما اصور حطيت منه. المهم ملمسه ما ادري شلون، مو ملمس كريمي، لا ما ادري شلون يعني. ما راح يعني لو جربتوا بتعرفون مش يعني ايش اقول يعني. اوكي، ليش اقول يعني كثير. طيب خلينا ننتقل اللي بعده. طبعا الحين جبت لكم مرطبين. اول شيء ليش جبتهم كلهم كذا مع بعض؟ علشان بقارن بين هذا وهذا. اول شيء من فينا ما يعرف لابيلو؟ اوكي، انا طبعا احب الكرز. اوكي شوف، انا احب اساسا الارواج، الجلوسات، المرطبات اللي تجيك بهذا اللون. ما ادري ليش. هذا طبعا فيه جليتر، ما ادري اذا في منه سادة. المهم مرة تجنن ريحته كرز يا الله. المهم طبعا هذا ب10 ريال. طبعا هذا قديم ومعروف لابيلو، هذا جديد تو طالع من ماركة ماكس ليدي. طبعا اللي انا اكتشفته ان ماركة ماكس ليدي انها ماركة مختصة في التجميل. يعني عندهم يبيعون مناكير ويبيعون ايضا شو اسمه مرطبات وفرش للشعر. طيب طبعا كلهم احبهم وكلهم حلوين وكلهم يأدون بعض الاشياء. طبعا هذا ترطيبه حلو مرة يجنن، بس احس لما انت تحطينه على الشفايف ما يمشي معك بسرعة. طيب اوكي، لكن هذا خلنا اوريكم اياه. افتحه شو عشان يدي فيها كريم وتزحلق. لكن هذا جدا جميل. هذا اول ما تحطينه يمشي معك، ولونه اقوى من اللابيلو. طبعا اللابيلو لونه ما هو قوي مرة، شوفوا. طبعا الدرجة ترى تختلف. طبعا انا اول شيء احب المرطبات اللي يجيك فيها لون. هذا ما عجبني من ناحية انه لما احطه ما فيه لون، لونه خفيف مرة وانا ما ابغى كذا. وهذا لما حطيت اللون مرة قوي. خلوني اقارن. طبعا شوفوا، اول شيء انا الحين ببدأ اقول كذا على طول بيطبع بيكون قوي. شوفوا اوكي، على طول طبع معي. وهذا ما راح يطبع الا لما تروحين وتجين تروحين وتجين. طيب شوفوا، طبعا عشان هنا انا قلت كذا بس عشان ما يصلح نغش كذا. نرجع مرة ثانية. اوكي، برايكم الاقوى. طبعا اللون يختلف، بس انا بناحيتي هذا مرة قوي. ونفس كلهم نفس الترطيب مرة حلوين. لكن عن نفسي انا طبعا ما راح اسكر عشان يبين انعكاسي فيه، لكن من ناحيتي انا كلهم حلوين. لا طبعا هذه المنتجات هي 6 منتجات. هذه المنتجات اللي انا حبيتها مرة، وكانت فقط ب10 ريال. رغم انها ب10 ريال وبسعر جدا بسيط، وتقدر مثلا اي بنت يعني توفرهم، لكنهم مرة حلوين. يعني مو بلازم انه اي شيء يكون غالي هو اللي لازم يكون حلو، لا في اشياء مرة رخيصة وحلوة وتخدمك اساسا وتلبي الشيء اللي انت تبينه. بس اتمنى انه عجبكم الفيديو، واتمنى اني افدتكم بقدر الاستطاعة. طبعا في الاسعار ومن وين راح تلقونها في المدونة، وبعض يعني باقي المعلومات راح تلقونها في المدونة. ولا تنسون لايك وسبسكرايب وكومنت. طبعا اهم شيء انا بالنسبة لي السبسكرايب، كلهم اساسا مهمين، بس ابي كومنتاتكم علشان يعني كذا تشجعوني وكذا يعني. اوكي، وبس مشكورين على المتابعة.